سر بشرة المشاهير في بيتك. لو بتدوري على نضارة فورية وبشرة متوهجة من أول مرة، جربي الماسك ده. جهزتلكم خلطة طبيعية سحرية هتعمل عمايل في وشكم، وهتوفر عليكي فلوس كتير قوي من مراكز التجميل. هتجيبي طبق صغير وهتحطي فيه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وشوية مية دافية مش سخنة قوي علشان ما تتقليش الخميرة، وعصرة نص ليمونة. اخلطيهم وسيبيهم يتفاعلوا مع بعض 5 دقايق. هتلاقيها عملت رغوة كده وبقيت جاهزة للشغل الجد. الخطوة التانية هي خلطة التفتيح والشد. في طبق تاني أكبر شوية هنضيف المكونات الجبارة دي: معلقة كبيرة من صابون كريمي مبشور. لو ما عندكيش صابون كريمي، هتحطي عليه أي نوع كريم مرطب عندك، أي نوع صابون ابشريه وضيفي عليه معلقة من الكريم المرطب. وبعدين معلقتين كبار من النشا، ده سر شد البشرة وكمان تفتيحها. معلقة كبيرة من حنة بيضة، توحيد اللون وإزالة البقع. وكمان معلقة كبيرة من الحليب البودر، ده بيديكي ترطيب وتغذية يعني جبارة. نص معلقة صغيرة من الشبة المطحونة، دي بتشد المسام وبتضيقها، مفيش منها أي خطورة. وشوية مية دافية بالتدريج علشان نعمل خليط كريمي متجانس. واخيرا طبعا هنجيب الخليط اللي احنا عملناه في الاول، وبعدين هنبتدي نقلبه مع المكونات دي كويس جدا لغاية ما يبقى عندك قوام كريمي ناعم زي الزبادي. علشان توصلي على اقصى استفادة من الماسك ده، اغسلي وشك كويس قبل ما تحطيه بمية دافية علشان تفتحي المسام. تعالى اقولك بالتدريج كده هتعملي ايه. الاول حطينا خلاص الخميرة مع الليمون مع المية وسبناهم على جنب. جبت طبق تاني يكون اكبر شوية ونضيف، ضفت فيه المكونات اللي قلتلك عليها، اللي هو الصابون المبشور الكريمي، معلقتين من النشا، ومعلقة من الحنة البيضة، ونص معلقة من الشبة، وكمان معلقة من الحليب البودر. قلبتهم كويس جدا مع بعض. ودلوقتي وجبت شوية مية صغيرين ودمجت الكلام ده، بس دي بقى مية ورد. دمجتهم كلهم كويس قوي لغاية ما وصلت القوام شبه القوام الكريمي. الخليط الاول اللي هو بتاع الخميرة اللي انا سايباه على جنب، خلاص كده اتفاعل معايا وبقى كويس جدا وبقى جاهز ان انا اضيفه على المكونات الجافة اللي بقولك عليها. عايزاكي تصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص كده ضفت كل المكونات اللي هنا واللي هنا على بعض، بقى عندي القوام جاهز جدا. زي ما قلنا اغسلي وشك كويس، وبعد ما تشطفي حطي بقى الماسك كله على البشرة لغاية ما ينشف تماما. يعني سيبيه من 20 ل25 دقيقة. مهم جدا جدا انك انت بعد ما تشطفي الماسك ده انك تجيبي مكعب تلج من مكعبات النضارة اللي احنا نفذناهم مع بعض وتمرريه على وشك علشان تقفلي المسام وتثبتي كمان النتيجة. هتشوفي بنفسك احلى لمعة واحلى نضارة عمرك ما تخيلتيها قبل كده. عايزاكي بقى تقوليلي ايه رأيك في الماسك ده. جربتيه قبل كده ولا لا؟ قوليلي الكلام ده في التعليقات. ان شاء الله يكون عجبكم وتنفذوه وتوصلوا لنتيجة كويسة جدا.